اللي هقولك عليه ده حقيقي، مش هتصدق قد ايه الدنيا ممكن تقلب في لحظة واحدة. القصة دي عن ست اسمها انتصار، اللي قلبها كان مليان نار وكره. قررت ان هي تتخلص من جوزها بأي تمن، حتى لو كان التمن ده حياتها كلها. قصة فيها خيانة، انتقام، وخطة شيطانية متحضرة بكل تفاصيل، لدرجة انك لما تسمعها هتفضل تفكر ازاي ممكن الحقد يخلي حد يعمل كده. لكن قبل ما اقول لك اللي حصل، خلينا نبدأ من الاول. حابب تعرف القصة كاملة لانتصار؟ خليك معانا في القصة الكاملة. في محافظة المنيا كانت الست انتصار قاعدة في بيتها زي أي يوم عادي. الساعة كانت 8 بالليل، الدنيا هادية لأن المنطقة اللي حواليها ما فيهاش بيوت كتير. فجأة سمعت حد بيخبط على الباب. في اللحظة دي جوزها ما كانش في البيت. انتصار بدأت تحس بالخوف، راحت عند الباب وبدأت تسأل مين اللي بيخبط، لكن محدش رد عليها. وقفت قدام الباب متوترة ومش عارفة تاخد قرار، لحد ما قررت ان هي مش هتفتح. دخلت جوه البيت، لكن بعد 10 دقايق لقيت الخبط رجع تاني بنفس القوة. رجعت عند الباب وسألت مين اللي على الباب، بس برضه ما كانش فيه اي رد. الموقف ده اتكرر 4 مرات لحد ما الكهرباء قطعت فجأة. انتصار هنا اتأكدت ان اللي بره هو اللي قطع الكهرباء، لأن سكينة الكهرباء الرئيسية كانت بره البيت. قررت تطلع البلكونة علشان تشوف مين اللي بيعمل كده. لما طلعت كانت الصدمة إن هي ما لقيتش حد قدام البيت. اطمنت شوية وافتكرت إن اللي كان بيخبط مشي. قررت تفتح الباب وتروح ترفع السكينة وترجع النور تاني، بس قبل ما تفتح خدت معاها خشبة كبيرة علشان اللي بره كان حرامي أو حد ناوي يعمل حاجة وحشة تقدر تدافع عن نفسها. خرجت للباب ورفعت السكينة. في اللحظة دي لمحت حد بيتسحب وداخل جوه البيت. على طول دخلت وراه وهي ماسكة الخشب، خايفة على عيالها اللي كانوا نايمين في أوضهم. لما دخلت لقيت جارها سيد قدامها. بدأت تزعق له انت ايه اللي جايبك هنا في الوقت ده؟ انت مجنون، ازاي تدخل بيتي؟ اطلع بره، اطلع بره قبل ما جوزي يجي وتبقى فضيحة. سيد حاول يهديها وقال لها اهدي، أنا عاوزك في كلمتين مهمين. لكنها ردت عليه بحدة مفيش بيني وبينك كلام، اطلع بره حالا. وقبل ما سيد يرد انتصار سمعت صوت التوك توك بتاع جوزها وهو بيركن قدام البيت. سيد ارتبك جدا وانتصار كمان خافت، لأن جوزها لو شافها مع راجل غريب في البيت هتبقى مصيبة. سيد جري على السلم لفوق، جوز انتصار جري وراه. سيد دخل أوضة في الدور التاني واستخبى فيها. جوز انتصار قعد يرزع على باب الأوضة وهو بيزعق انت ايه اللي جابك هنا؟ سيد رد عليه بخوف وقال له انا كنت جاي اسرقك. جوز انتصار كسر الباب ودخل عليه، قعد يضرب فيه لحد ما وقعه على الارض وسبب ليه اصابات كبيرة جدا. لكن سيد قدر يفلت منه في اخر لحظة، وهو بيحاول يهرب لقي فاس قدامه، خده وهجم على جوز انتصار وقتله. بعد كده سيد راح على انتصار اللي كانت واقفة مصدومة وخايفة، قال لها أنا خلصت على جوزي لأنه كان هيخلص عليا، بس لو صوتك أو سمعت صوتك هخلص عليكي وعلى عيالك. انتصار كانت في حالة من الصدمة والحزن وقالت له الله يخرب بيتك، زي ما خربت بيتي قتلت جوزي ويتمت عيالي، انت عايز مني ايه؟ سيد رد عليها بنبرة تهديد، عاوزك تعملي معايا اللي أنا عاوزه، وإلا هخلص عليكي وعلى عيالك دلوقتي. انتصار كانت مرعوبة لأنها شافت سيد بعينيها وهو بيقتل جوزها بكل برود. انتصار كانت متأكدة إن سيد ما كانش بيهدد وخلاص، وإنه ممكن فعلا يعمل أي حاجة لو ما نفذتش اللي طلبه. علشان تحافظ على عيالها وما تخليش حد منهم يتأذى، قررت إن هي تطوعه وتدخل معاه الحمام زي ما طلب وتسيبه يعمل معاها اللي هو عاوزه. لكن بعد ما خلص ما اكتفاش بكده، طلب منها حاجة تانية، إنه يخفي آثار الجريمة علشان ما يتكشفش ويتقبض عليه. انتصار هنا رفضت بشدة وقالت له حرام عليك، سيبني في حالي. لكن سيد رجع يهددها تاني، عليا الطلاق لو ما سمعتيش كلامي هخلص عليكي وعلى عيالك.
وتحت ضغط التهديد اضطرت إن هي تسمع كلامه. بدأت تغسل مكان دم جوزها، وسيد قال لها هنحطه في التوك توك اللي ركن بره، هنرميه في مكان بعيد على الطريق ونسيبه. مع الخوف والتهديد وافقت إن هي تساعده. العقبة اللي كانت قدامهم إن هما ما يعرفوش يسوقوا التوك توك، عشان كده سيد قال لها إنها هتركب قدام وكأنها هي اللي بتسوق التوك توك لو حد شافهم. لكن سيد كان مخبي نواياه الحقيقية. أول ما وصلوا للمكان المقطوع قال لها تنزل. لما نزلت لقيت سيد طالع بجيركن بنزين كان مخبيه في التوك توك. عطاها الجيركن وقال لها تكب البنزين على التوك توك علشان يولع فيه وبجوزها. انتصار هنا رفضت وقالت له حرام عليك، كفاية اللي عملته فيه، سيبه لوجه ربنا. لكن سيد رجع يهددها تاني، عليا كذا، لو ما سمعتيش كلامي هحطك معاه في التوك توك واخلص عليكم انتم الاتنين. واقنعها ان هم لازم يتخلصوا من التوك توك والجثة نهائيا علشان بصماتهم موجودة وممكن يتكشفوا في اي لحظة. في النهاية اضطرت انتصار تنفذ كل اللي طلبه. حرقوا التوك توك بجثته جوزها جواه. بعد كده رجعوا على بيوتهم وكأن مفيش حاجة حصل. على الرغم من ان انتصار اعترفت بكل ده الا ان كلامها ما كانش مقنع. لو هي بريئة ليه ما راحتش تبلغ الشرطة بعد ما سيد سابها؟ ليه استنت لحد ما الشرطة تكتشف الجريمة وتيجي تحقق معاها؟ ده جوزها اللي كانت بتقول ان هو ما حرمهاش من اي حاجة، كان بيشتغل كل حاجة علشان يسعدها. لما اتجوزها كانت مطلقة وعندها بنت، وهو وافق يربيها ويصرف عليها زيه ولاده بالظبط. بعد فترة قصيرة من الجواز قرر يتغرب ويسافر الأردن علشان يوفر ليها حياة كويسة ويبعت ليها الفلوس اللي هي عايزاها. كان بيسافر 9 شهور كل سنة ويرجع آخر 3 شهور يقضيهم مع مراته وأسرته، وكان منبه عليها إن هي تاخد من أي فلوس تحتاجها من أمها وهو هيحاسب أمها لما ينسى. بس رغم كل ده لما تبص على علاقتها بجوزها هتلاقي إن في حاجة مش مظبوطة وراها سر كبير. في قرية صغيرة بمحافظة المنيا كانت انتصار عايشة حياة كويسة مع جوزها. جوزها كان راجل طيب بيشتغل بره في الأردن وبيوفر ليها كل اللي هي عايزاه. كان بينزل يقضي معاها 3 شهور كل سنة، بيعاملها كويس جدا وما يزعلهاش. على الرغم من الحياة المستقرة دي، بعد ما جوزها كان بيبعد عنها لفترات طويلة انتصار بدأت تفكر في خيانة. والراجل اللي كان قريب منها بشكل غريب هو سيد، جارهم وصاحب جوزها اللي كان بيجي البيت دايما بحكم ان هو بيزرع الارض لجوزها. مع الوقت العلاقة بينهم اتطورت لعلاقة محرمة، على الرغم من ان سيد متجوز 2 ومخلف 5 اولاد، الا ان هو فضل مستمر في العلاقة مع انتصار. الناس في القرية بدأوا ياخدوا بالهم من ان سيد بيتردد على بيت انتصار كتير. بدأت الشائعات توصل لأخو جوزها اللي كان ابن عمها ومتربي معاه. قرر يواجهها وحذرها ان هي ما تخليش حد يجي البيت. كمان كلم اخوه اللي هو جوز انتصار وقال له انه شاكك ان مراته بتعمل حاجة غلط مع جاره. الكلام ده كان صدمة كبيرة لجوزها. بدأ الشك يلعب في قلبه لدرجة انه هو ما بقاش قادر يشتغل ولا يعيش حياته بشكل طبيعي. قرر يسيب شغله في الأردن ويرجع مصر علشان يراقب مراته بنفسه، يتأكد من صحة الكلام اللي سمعه. أول ما رجع بدأ ينبه على مراته إن هي ما تروحش لأي حد وما تتحركش من البيت إلا بإذنه. اشترى توك توك علشان يقدر يتحرك في البلد بسهولة. قرر يستثمر كل الفلوس اللي جمعها على مدار 9 سنين في مشروع مزرعة دواجن، وهنا استعان بمراته في المشروع. كانت بتبذل مجهود كبير في العناية بالفراخ، لكن للأسف المشروع فشل ذريع والفراخ ماتت. بعد الفشل ده حصلت خناقة كبيرة بينهم، اتهمته ان هو ضيع تعبها وتعب عيالها على الأرض. جوزها رد عليها وقال لها دي فلوسي وأنا حر فيها، أخسرها ولا أرميها، انت مالك. الخناقة اتطورت أكتر لحد ما جوزها ضربها وخلاها تعيط. انتصار جمعت حاجتها وسابت البيت. جوزها ما سابهاش وراح ليها في الشارع وضربها بحجة ان هي سرقت حاجات من البيت. ولما سألوا انتصار عن الحاجات دي قالت كان بيتهمني بسرقة بطانية ومسامير وشواكيش، حاجات كده يعني حاجات عبيطة. واللي حصل ده خلاها ما بقتش طايقاه وما بقتش عايزة تعيش معاه او ترجع ليه تاني. قعدت في بيت اهلها 12 يوم واللي كانوا اخر 12 يوم في رمضان.
في أول يوم العيد جوزها جالها علشان يصالحها ويرجعها البيت بعد ما أخوها الكبير اللي كان مسافر السعودية كلمه وقال له ما ينفعش تفضل مخاصبها طول الفترة دي. في يوم من الأيام كان في صديق قرر، وكان معروف إنه راجل طيب وما بيحبش المشاكل، فلازم يصالح الراجل دوت على مراته ويرجعها للبيت، وكان يحافظ على بيته وأسرته. أخو مراته الكبير نصحه إنه يروح يصالحها، وده اللي خلى كل الناس تقول ان الموضوع دوت هيبقى كويس. راح لبيت اهل مراته، لكن لما وصل هناك مراته قالت لاخواتها ان هي مش ناويه ترجع تاني، وان هي لسه زعلانه ومش قادره تنسى اللي حصل. اخواتها هنا حاولوا يقنعوها بان هي لازم ترجع مع جوزها، لكن هي كانت مصممه ان هي محتاجه شويه وقت عشان ترتاح تفكر كويس. في الاخر اخواتها ضغطوا عليها جامد وقالوا لها ان هي لازم ترجع دلوقتي، وفعلا رجعت معاهم البيت. اول ما رجعوا البيت اعتذر ليها وقال لها حقك عليا، انا اسف، عارف اني غلطان، بس اللي حصل كان غصب عني، كنت متعصب جدا بعد ما ضاع شقة 9 سنين شغل. مراته وقتها حاولت تهدي الامور وقالت له مفيش اي مشكلة، اللي فات مات وهنبدأ صفحة جديدة، لكن الحقيقة هي ما كانتش ناسية حاجة، وكانت مخبية جوه قلبها رغبة في الانتقام، مش بس لنفسها لكن كمان لأمها اللي جوزها كان ضربها قبل كده وكسر دراعها. انتصار كانت حاسة بالغضب الشديد وبتفكر في الانتقام، واللي زاد الطين بلة ان هي كانت على علاقة بشخص اسمه سيد، كانت بتحبه ومش عاوزة تسيبه، علشان كده قررت ان هي تتخلص من جوزها بأي طريقة، بس كانت خايفة من تنفيذ الجريمة بنفسها. بدأت تفكر ان هي تخلي سيد هو اللي ينفذ الجريمة مكانها، عشان لو اتكشف الامر سيد هو اللي يلبس الجريمة وهي تطلع منها زي الشعر. في يوم راحت انتصار لسيد وقالت له عاوزة اتخلص من جوزي سيد. اول ما سمعها اتخض، قال لها لا يا انتصار، انت كده هتودي نفسك في داهية، لكنها كانت مصممة وقالت له مش شايف اللي عمله فيا وفي امي، لازم انتقم منه. سيد حاول يهديها وقال لها لو مش طايقاه اهربي وسيبي له البيت، لكن اللي بتفكري فيه ده هيوديكي في 60 داهية. بس انتصار كانت عارفة ازاي تغريه بالفلوس، عرضت عليه 3000 جنيه لو خلصها من جوزها. سيد كان في البداية متردد وقلقان، بس بعد ما فكر شوية وافق، بس بشرط ان هي هتزود الفلوس شوية من 3000 ل 5000. انتصار وافقت واتفقوا على الخطة كانت ان هي تشتري منوم وتدسه لجوزها في العصير، ولما يروح في النوم تتصل بسيد اللي هيجي يخنقه. وبالفعل في اليوم اللي بعده انتصار راحت جابت المنوم، ولما جوزها رجع من الشغل حضرت ليه العصير حطت فيه الدم. بعد ما جوزها شرب العصير وراح في النوم انتصار اتصلت بسيد وقالت له تعالى جه الوقت، تعالى خلص عليه. سيد كان شغال في الارض مع اخوه وكان قلقان وخايف، فحاول يتهرب وقال لها انه مش هيقدر يسيب شغله دلوقتي. بعد كده انتصار فضلت تتصل عليه كتير، بس سيد كان رافض يرد، متوتر جدا. في الاخر لما رد عليها بعد فترة قال لها بصراحة انا مش هقدر خايف من اللي ممكن يحصل وخايف اننا نتكشف بعد الجريمة. بعد 3 ايام انتصار راحت قابلته وعاتبته على خوفه وتردده. انتصار كانت واقفة قدام سيد وبتقول له انت ليه مش عاوز تخلص عليه؟ مش انت حالتك المادية وحشة مزنوق في الفلوس؟ انا قلت لك هديك 5000 جنيه، عاوز ايه تاني؟ سيد كان متردد جدا وقال لها اللي بتطلبيه ده خطر جدا وهيودينا في 60 داهية وهنروح في الحبس. حاول يقنعها ان هي تهرب وتتطلق من جوزها بدل ما تفكر في الانتقام، لكن انتصار كانت متمسكة بفكرة الانتقام والغضب مسيطر عليها بشكل كبير جدا. لما سيد شاف ان هي مصممة قرر يلعب على دماغها شوية، فقال لها خلاص هعمل اللي انت عاوزاه بس بشرط تديني الفلوس مقدم. انتصار فهمت ان هو بيحاول ينصب عليها وان هو هيختفي اول ما ياخد الفلوس، فقالت له او قالت لنفسها لازم اكون اذكى منه. بعد كام يوم جوزها لما اكلمها وقال لها انه في الطريق للبيت وهيوصل خلال ربع ساعة، انتصار استغلت الفرصة واتصلت على سيد وقالت له يجي البيت علشان ياخد جزء من الفلوس اللي طلبها. سيد هنا كان فرحان بدي فرصة، لكن سألها انت متأكدة ان جوزك مش جاي دلوقتي؟ انتصار طمنته وقالت له لسه مكلمني وقايل ان هو قدامه 2 3 ساعات قبل ما يوصل.
سيد بسرعة راح عندها، ولما وصل كان خايف يدخل البيت. طلب منها تديله الفلوس وهو واقف بره، لكن انتصار أصرت إنه يدخل وقالت له أنت خايف من إيه؟ جوزي مش راجع دلوقتي. ولسوء حظه بمجرد ما دخل سمع صوت التوك توك لجوزها بيركن قدام البيت. سيد هنا حاول يهرب بسرعة وطلع يجري على الدور التاني، لكن جوزها لمح سيد وطلع وراه. جوز انتصار كان أقوى منه، قدر يسيطر عليه وينيمه على الأرض، وكان على وشك يخلص عليه تماما. لكن المفاجأة كانت إن انتصار نفسها هي اللي هجمت جوزها من وراه وخبطته بالإزازة بكل قوتها. سيد استغل اللحظة دي وهرب بسرعة على الباب علشان يطلع يجري، لكن الصدمة كانت إن الباب مقفول بالمفتاح. اتضح إن انتصار كانت محضرة كل حاجة ومحسوبة حسابها علشان ما تسيبش سيد يهرب ويلبسها أو يلبسها في الجريمة. سيد كان واقف عند الباب قلقان ومرعوب. فجأة لقي جوز انتصار نازل من على السلم، رغم انه ماشي بالعافية ومش قادر يمشي بسبب الضربة اللي خدها. سيد انهار وبدون ما يحس خلص على جوز انتصار. وبعد الجريمة هو وانتصار قرروا يخفوا أثرها مع بعض. لكن الغريب ان انتصار رغم ان هي اعترفت بالحقيقة قدام النيابة، لما جت تتكلم في الإعلام بدأت تقول قصص مختلفة وتحاول تبرأ نفسها وتلبس سيد كل حاجة. وفي نص اللقاء وهي بتحكي تفاصيل مش منطقية زي إن جوزها رجع البيت علشان ياخد كيس ملح، وقعت في الكلام من غير ما تحس، واعترفت إن سيد هو اللي كان عاوز يقتل جوزها، وإنه كان بيطلب منها 3000 جنيه عشان يخلصها منه. المذيع ساعتها قال لها بس انت كده وقعت بلسانك، ايه اللي يخلي سيد يقولك كده الا لو كان في حاجة بينك وبينه؟ حاولت تلم الموقف بسرعة وقالت ان سيد كان بيشوف جوزها بيعملها وحش، كان بيحاول يقنعها تخلص منه، لكن الحقيقة سيد ما كانش بينكر وكان معترف بكل حاجة. لما المذيع سأله تحكم على نفسك بإيه؟ براءة ولا سجن ولا إعدام؟ سيد رد وقال له والله إعدام شوية عليا على اللي عملته ده، وبالفعل اتحكم عليهم هما الاتنين بالإعدام. وللأسف سيد ساب وراه زوجتين و5 أولاد، أما انتصار فسابت ولد وبنت هيكبروا من غير أب ولا أم. والقصة مش بتخلص هنا. البنت دي لما كبرت خلفت 3 أولاد بدون زواج، واللي حصل ليها بعد كده من أخوها هيصدمك تاني، ودي قصة تانية. وأشكركم ويا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة، وأتمنى أشوفكم على خير. وكان معاكم عمرو سليمان.